بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم ميني بيتزا او مناقيش، هي نفس العجينة ايا كان بقى الشكل اللي انت هتعمليه ده بتاعك انت عملتيه مدور بالشكل ده. شكل المناقيش اللي هو مدي شكل بيضاوي شوية، حسب ما انت عايزة ايا كان اللي انت عايزاه، المهم هي نفس العجينة. عندي 4 كوبايات من الدقيق، نص كوباية من الزيت، معلقة كبيرة بيكنج باودر، وكمان معلقة خميرة، وكمان معلقة من اللبن البودر والمية. طبعا المية زي ما قلتلك قبل كده ان هي ايه، مش مقياس للدقيق، ممكن دي يحتاج نص كوباية مية، ممكن دي يحتاج كوباية مية، على حسب الكمية اللي انت بتعمليها ونوع الدقيق نفسه. دلوقتي انا دوبت معلقة من الخميرة في كوباية فيها نص كوباية مية، ومعلقة صغيرة من السكر، وسبتها لحد ما ايه تختمر، او ان انا اجربها يعني تشوفيها ان كانت فعلا هي صالحة للاستخدام ولا لأ. ودلوقتي بضيف الدقيق بالشكل دوت، وطبعا ما ننساش رشة الملح بتاعنا، وحطيت الخميرة عليها، وهحط بقية برضو ايه المكونات بتاعتي واقلبها. من الطرق السهلة البسيطة الجميلة جدا اللي تنفع غدا، ينفع بالشكل دوت في اللانش بوكس بتاع الاطفال زي ما انت عايزة. وهنا ضفت عليهم برضو الزيت، وهبدأ ان انا اعجنهم كويس ببعض لحد ما المكونات كلها تبقى ممزوجة ببعض. والمية بتكون فترة، يعني مش ولا دافية سخنة اوي ولا تكون ساقعة. وبعدين كل ما الشتا جه، يعني كل ما الشتا دخل علينا، كل ما كانت الخميرة العجينة بتختمر ببطء شوية. وافضل اعجن فيها بالشكل ده لحد لما المهم بالتدريج لحد لما خلاص انا مش عايزه ميه تاني بالشكل ده. انا في الكميه دي انا ما خدتش الكميه كلها اللي انا حطاها، كميه دي خدت كوبايه الا ربع من الميه. وبعد كده ما عندكيش عجان، بنعجنها عادي مفيش اي مشكله خالص، يعني من 5 ل10 دقايق هتطلع معاكي احلى عجينه. بصي ما شاء الله الشكل اختلف والملمس واللون. ودلوقتي هحطهم في بوله لحد لما ايه تخمر معايا، واغطيها باي حاجه، فوطه او غطا او ستريتش رول او اي حاجه عندك اغطيها، المهم ان الهواء ما يطولهاش. وحطيت هنا على الوش معلقه صغيره من الزيت، يعني حاجه بسيطه قوي من الزيت، ادهن بس الوش بتاعها والبوله كمان، واغطيهم بقى ايه واخليها لحد ما تختمر. بتاخد بالظبط من ساعه لربع ساعه، وبعد كده بتطلع معاكي ما شاء الله احلى عجينه في الدنيا ممكن تعمليها. ما شاء الله بصي جميله قوي ولينه وشكلها بجد يعني تحفه. وكمان انت لو جربتي العجينة في البيت وعملتي منها اي حاجة انت عايزاها، انت عمرك ما هتجيبي حاجة من بره، هتفضلي ان انت تعمليه كله في البيت احسن. سندوتشات بقى، الفينو، اي حاجة، كلها عجائن سهلة وبسيطة جدا. وهنا بعد ما كورت العجائن بالشكل الكورة الحجم اللي انا عايزاه وغطيته بالشكل دوت، لازم برضو اسيبها تستريح تاني يعني دقيقتين 3. وهنا الحشوات اللي عندي قطع من الفراخ كنت مقطعاها، قطع من اللحمة المعصجة، زيتون اخضر وزيتون اسود وجبنة رومي، وده زعتر حطيت عليه معلقة من الزيت الزيتون ورشة ملح بسيطة، وحطيتها قلبتها مع بعض بالشكل دوت زي المناقيش بالظبط. وهنا ده السمك بتاعي، وفردتها كده بالشكل ده ايا كان بقى الشكل اللي انت عايزاه، وفردتهم مع بعض كلهم كده بالشكل دوت. وضفت بقى اللي انا ايه عايزاه، هنا ضفت الزعتر على الوش. عايزه اقولك برضو ان هي طعمها حلو على فكرة يعني، فمش كله طبعا بيحبه، فلو جربتيها هي طعمها حلو مش وحش. وطبعا قطعت برضو بصلاية وفلفلة خضرة كده علشان خاطر يبقى وش البيتزا. انا ما كانش عندي موتزاريلا، مفيش مشكلة خالص مع غلاوي الحاجات بصراحة، بتحاولوا تبسطي الاولاد على قد امكانياتك برضو. لان حتى البيتزا من غير موتزاريلا برضو حلوة وجميلة، طالما العجينة حلوة والاساس حلو هتبقى اي حشو عليها جميل. هنا طبعا دي الصلصة بتاعة البيتزا وعملناها قبل كده مع بعض. هضيف بقى الفلفل والبصل الاول بالشكل دوت، ايا كان بقى الحشوة دي بتاعتك انتي والتدريج بتاعها. وهنا ضفت قطع من الفراخ، كان عندي قطعة في التلاجة صدر يعني جبته قطعته
وشوحتها كده بتومة وعملتها بالشكل ده، وحطيت جبنة رومي على الوش كده، حاجات بسيطة كده بس بصراحة طعمها تحفة، وما طلعت كمان شكلها جميل جدا زي ما انت شفتي. فتنفع أوي، مناسبة أوي للأولاد لو في أعياد ميلاد، لو أي حد جالك مع كوباية شاي، يعني غدوة بسيطة كده وخفيفة. وديت اللحمة أنا كنت معصجاها وحطيت منها برضو، بالذات البيتزا يا جماعة أي حشوات عندك حطيها على البيتزا مش هتقول لأ. وبرضو ضفت بقى الزيتون والجبنة بالشكل اللي انت شايفاه ده، واكون طبعا مشغلة الفرن على درجة حرارة 180، وبتاخد بالظبط يعني ممكن من تلت ساعة لنص ساعة، وبقت معايا بالشكل الجميل دوت، وهحطها في البوتاجاز.